أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات ماما منا. النهاردة حكايتنا واقعية وللأسف بتحصل في مجتمعنا. تعالوا نشوف النهاردة الشخصيات بتوعنا عملوا إيه. صورتي اللقطة؟ بس دي بتعيط بجد، شكلها في مشكلة، ومشكلتها هي اللي هتخلينا نسيطر على المدرسة كلها. انجزي. منورة يا نيرة، شفتي الفيديو الجديد؟ الترند لايق عليكي قوي. أنا عارفة إنك أنتي اللي عملتي كده، وصدقيني مش هسكت. شفتوا اللي نزل على جروب داي؟ نيرة طلعت مش سهلة. يا عيني دي شكلها مكسوفة. اقعدي يا نيرة. ها، قولي لي مين اللي بيعمل كده في البنات؟ المدرسة مقلوبة. مش معايا دليل ملموس يا مس، بس فريدة هي الوحيدة اللي مصلحتها تكسرنا. المس إلهام مش هتنفعك لو نطقتي بكلمة. صورك القديمة مع مدرس الرياضة وانتي بتعيطي عشان يزود لك درجات هتبقى في كل حتة. فريدة، البنت اللي نشرنا فيديو ليها امبارح أهلها جم المدرسة وحالتها صعبة. أنا مش قادرة أكمل. أنتي معايا ولا معاهم يا سلمى؟ افتكري إن موبايلي عليه حاجات تخصك أنتي كمان. نيرة هتقابل المس إلهام هنا كمان شوية. عايزك تصوريها وتعملي مونتاج يبان إنها هي اللي بتبتز المدرسة. فاهمة؟ انتي مجرد شغالة عندنا يا شنا. روحي هاتيلي نسكافيه وانتي ساكلة. أنا اللي عملت في نفسي كده لما مشيت وراها. هاتي الموبايل ده. اهويا. انتي ايدك بتترعش ومش هتعرفي تدوسي عين. أنا اللي هفضحها دلوقتي. ايه ده؟ ده فيديو لفريدة وهي بتشتم المديرة وبتقول ازاي بتذل البتات. ده صوتك يا فريدة وانتي بتخططي لابتزاز زميلاتك. ايه ردك؟ دي سلمى هي اللي صورت، هي اللي كانت بتساعدني. أنا فعلاً ساعدتها يا مس، ومستعدة لأي عقاب. بس كان لازم الكل يعرف وش فريدة الحقيقي. المدرسة دي هتنضف النهاردة، والدرس ده مش هتنسوه طول حياتكم. السر اللي بيتبني على أذية الناس لازم في يوم يهد المعبد على صاحبه. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، ودايما خلي بالكم من أصحابكم ومش أي حد تصاحبوه أو تمشوا ورا كلامه. استنونا بكرة في حلقة جديدة من حكايات ماما منا.